كنشوفوا الانتر البندروسا حاضر ايضا. السلام عليكم محمدي، اش غتقول لنا شنو مضمون هذا؟ اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الوقوف في هذه الوقفه هي وقفه سلميه، والمطلب مطلب وحيد اللي هو مغادره بقياده الالترا ديال البندروسا والمحبين والانصار. عندهم طلب وحيد اللي هو مغادره المكتب المسير لشباب محمديه على راسهم اسامه. هادو من بين المطالب. بالنسبه للمكتب ما لقبوه اما سمي بمكتب العار، هو لم يعطي ولو شيء بسيط لشباب محمديه، والدليل عن ذلك ان شباب محمديه الان في الرتبه الاخيره، كما يعلم الجميع وكما يعلم المواطن الرياضي والفضالي والمغربي انه شباب محمديه كتحتل الرتبه الاخيره بثلاثه نقاط، ونحن مقبلين على الدوره 16 ولا زالت لاول مره في التاريخ. وكما يقال وكما يدور في بين الشارع المحمدي، هو ان الرئيس ديال شباب محمديه من المفارقات العجيبه هو انه بدون عمل. وهذه المساله لوحدها غتجيب على مجموعه تاع الاسئله اللي كيطرحها الشارع الفضالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شنو الحل في نظرك لحل هذا المشكل ديال الشباب واللي غاطا في صراحه؟ الحل هو تدخل السيد العامل المحترم اللي بالمناسبه كنشكروه، لانه رجل بصراحه رجل بمعنى الكلمه، كنشكروه من هذه المناسبه من هذا المنبر. كنشكروه التدخل من اجل تكوين لجنه مصغره من اجل تسيير هذا الفريق حتى يوصل الوقت ديال الجمع العام وتغيير المكتب باكمله. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذا المكتب يمشي بلا رجعه، بلا ما يبقى يرجع، لانه ما عطى والو لشباب محمديه، ما عطى والو. ربما استافدوا من شباب محمديه وما عطاو شباب محمديه والو. الشباب واش تبقى في ديك المرتبه نقدروا نشوفوا السقوط ربما الى مشى هذا المكتب وجات لجنه مؤقته، على ما اظن تقدر لانه هذا العام غادي يطيحوا جوج غادي يلعبوا باراج، وربما تقدر تلعب الباراج. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، ما كاينش شي حاجه مستحيله. وبالامس القريب اتحاد طنجة كانت في السنه الفارطه انها كانت في الالي كامل كلها في الرتبه الاخيره، ومن بعد انها استطاعت انها ما تسقطش بمجهودات العماله ديال طنجة والمكتب والجماعه وكل شيء تضامن في يد واحده ونقدوا الفريق. حنا مقبلين غدا ان شاء الله. المقابله اللي غتجمع شباب المحمديه وفريق الرجاء الرياضي، اش غتقول لنا في هذه المقابله هذه واللي مستضيفه فيها الشباب المحمديه في الديار ديالها؟ في الحقيقه مقابله صعبه جدا، لان بكوكبه النجوم اللي كتمتلك فريق الرجاء البيضاوي، لانه فريق غني عن كل تعريف، فريق كبير بكل صراحه. ومن هذه المناسبه كنحترموا جميع الفرق المغربيه. شباب محمديه نتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقها ولو بنقطه تعادل، نتمنى. شكرا. محمد المنجيري من مدينه المحمديه. تكلمنا على وقفه ايطاليا اليوم. هذه الوقفه انا جيت اليوم باش ندافع على المدينه ديالي، لان المدينه ديالي تمثلها واحد الفريق وتنافس على المدن اخرى، لان الفريق الاساس ديالو هما وليداتو ولاد المدينه، باش ننافسوا مدن اخرين ونكونوا في مقدمه ان شاء الله. اللي تنشوف دابا ما بقاش هادشي، ما بقاتش هذيك الفرجه اللي كنت تنعيشها في الثمانينات والتسعينات، وليت ما نقدرش نهبط ولدي ولا عائلتي للتيران، يعني تنجي تنسمع المشاكل. انا عشت 14 عام في كازا، ما عمري شفت هذا الشيء، وكان كل احترام كانني شبابي وسط الوداديين وسط الرجاويين، ماشي مشكل، وفي قهوه وحده تنريحوا. المشكل هو المنافسه الشريفه، ولا احتاجينا شي لعاب تنقدو باش يساند الفريق، وملي تنديو شي جائزه، هذيك الجائزه تيكون احسن لنا الشرف وتتقاسموا هذاك الشرف. ولا كان فيها شي حاجه ديال المال، هذاك المال تيتقسم على الوليدات اللي لعبوا وعرقوا عليها. هادشي اللي كاين. دابا كيفاش كيجيك الهدف ديال الشباب المحمديه؟ تذبذبات المقابلات في الاسبوع الاخر كنشوفوا تذبذبات بالنسبه للفريق.
بالنسبه للتذبذبات ديال الفريق باينه وبين المشاكل ديالها مناش. كل فريق مزيان تنتفاجئوا باللعابه تيتباعوا، تنقولوا هذيك الفلوس اللي غادي تجي غادي يساندوا بها الفريق، ما تنعرفوهاش فين تتمشي. حنا تنبغيو لا بعتي شي لعاب تستافد منه ماديا اولا، شي واحد اخر اللي يعوضو، ولا كان عندك في المدينه احسن. هادشي اللي كاين. الحل في نظرك الحل هذا المشكل هذا هو هاد المعضله هذه اللي غالقه في الشباب صراحه حتى صراحه انا شنو الحل في نظرك؟ انا الحل عندي انا في التسيير، تيبان لي التسيير ما غاديش مزيان. انا ما تنعرفش المسيرين شكون هما، واخا نكون نعرفهم ما تنعرفوش لانهم تيسيرش مزيان. انا باغي شي واحد اللي يسير الفرقه ديال المدينه ويزيد بها لقدام، ما يهمش اصلا ما كناش نهضروا كاع على الماده، تكون فيها كاع الملاير ما عندناش مشكل. حنا بغينا الفرقه ديالنا نتفرجوا فيها وصافي. واش المكانه ديال الشبابيه في المرتبه الاخيره هذه واش المكانه ديالها الاصليه وعلى حساب هاد الظروف هادي راه من الاحسن انا بالنسبه لي الفريق ما يبقاش. الا كانوا غيستافدوا منه غير ماديا من الاحسن ما يبقاش. انا تنضيع كجمهور تنضيع، انا باغي نشجع، باغي نتفرج في الكره، باغي ولادي نعاود ليهم لا شديت تقاعد وريحت ما هادي نهبط نلقى فين نتفرج وفين نتلاها. الناس المسؤولين على راسهم حنا الان كنتواجدوا امام عماله المحمديه، شنو تقول للسيد العامل عامه المحمديه؟ تنطلب من سعاده العامل صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله وأيده ان يقوم بواحد التدخل هو ورئيس ديال الجماعه، لان المدينه في خطر، لان الفريق هو هو الوجه ديال المدينه، لان وليتي نحشموا نمشيو للمدن الاخرى وتريح مع الناس وتبدا تتناقش على الفرق، ما تقدرش تناقش. من الاحسن تنوض وتمشي بحالاتك. شكرا.